السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بيان، الصحة لاباس. رضوان فروحي، رضوان فروحي مرحبا بك. هذا رضوان فروحي هو صحفي مروكي معروف في المروك، عنده سمعة كبيرة في المروك. دار فيديو واستعرف بالقدرات تاع شنقريحة واش دار الجيش الجزائري. ليسونسيال باش تفهم واش كاين واش ما كاش. ديروا النجم وصلوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وراي نبداو. السلام عليكم. حقائق مهمة جدا غادي نوريها لك دابا، أدلة مهمة أول مرة غتكشف عن المخابرات الجزائرية وعن الجيش الجزائري. أنا شخصيا كنت غالط فيه بزاف، ولكن بعد ما سمعت هذا الشيء وبعد ما قلبت لقيت بأنه الجيش الجزائري ما كاين ما يتقال فيه. تبارك الله عليكم الإخوان، وبارطاج لا فيديو او ماكسيموم باش توصل بحال هذه المعلومات هذه لأنها مهمة والناس كانت غالطة. أنا من الناس اللي كانت غالطة في الجيش الجزائري. تفرجوا معايا. تقول لك المخابرات الجزائرية أعطيني المعلومة الصحيحة. هذا مهدي، هذا مهدي، هذا مهدي دار حالة مات اليوم الله يرحمه. هذا كان يدي في السيارات الحربية الإسرائيلية. هذا كان يدخل من المستوطنات ويدخل في حتى السيارات الحربية، دخل الهامر هذيك، دخل عدة سيارات. طفل صغير تكلم معاه يا مهدي يقول له بيعلموا علينا. هذا مهدي جزائري ما الحراش، ونعطيك اسمه. هذا مهدي اسمه مستعارة يسموه في فلسطين به في غزة بالفيديوهات. نبعث لك في الخاص، نعطيك الرقم الواتساب دروك عندي له نعطيه لك. بون كاين 4 جزائريين اللي استشهدوا، كاين كاتبة كومبلي راهي تما. عبد الرزاق شوف، انا نقدر نتفهم هذه المساله اللي قلتي لي مهدي، غنقول مشى في اطار الشخصي ديالو، نقدر نتفهمها عادي. الله يرحمه والله يرحم كاع اللي مات، ولكن هو لا يمثل الدوله الجزائريه، هو ما مشاش بصفه يمثل الدوله الجزائريه. اسمع هذه عطاك دخل كبير للدوله الجزائريه. نعطيك معلومه، اسمع، قيادي كبير في اسرائيل قال لهم داو فوفر بعد الجزائر. امنها ولا ما تامنهاش دبر راسك. احنا رانا في حرب بارده في عام مع اسرائيل. اسرائيل كي جات عندكم ما جاتش على جيكم انتوما. اسرائيل كي جات عندكم جات على جالنا حنايا. دابا ثاني واحد في الجزائر غيقول لي باعاز من الجزائر، ياك سي صا؟ اسمع، ايران والجزائر وحزب الله ونورمال. عارف بلي اكبر مدرسه للضباط هي في الجزائر. فوالا، وكاع نصهم كاع يجوا يقراو هنا دي كونطرا، مسنيين معنا دي كونطرا. ماشي فهمهم باش يفهموا، ماشي صف ضباط. كاين صف ضباط اللي تخرج سيرجون شيف، كاين ضباط اللي تخرج ملازم اول تطلع جنرال. تخرجوا ليوتنون بحال الاكاديمي ديال مكناس عندنا حنا. فوالا، ماشي ليوتنون، فهمهم ليوتنون يبدا يطلع في الكراد باش يفهموا. تبع معايا تفهم الجزائر واش دارت لفلسطين. فوالا، الفلسطينيين شوف، غير في الفلسطينيين غير في 2003 هي التخرج تاعهم يكون دائما في 5 جويلية في عيد الاستقلال تاعنا. التخرج تاعهم فلسطينيين كان شحال التخرج؟ كان 67 طالب ضابط، خرجوا 67 طالب باش تفهم اخي الكريم. منهم 50 طالب مشاة ميكانيكيه 50، وعندك 10 خرجوا منهم واش يعيطوا لهم تسيير فوالا، تسيير خطط والاستعلامات، تسيير خطط الحرب والاستعلامات. ومنهم خرجوا 7، ستادير هذو ال7 يقراو عامين في شرشال، ومن بعد يروحوا المدرسه واحده اخرى تاع الضباط. هذه انت تعرف رضوان، شحال نهضر بالك هما ما يعرف. هذه مدرسه يعيطوا لها مدرسه، مش كيما المدرسه هذه تقرا عامين، ستادير تقرا كيما يقولوا على الحروبات وكذا، ومن بعد تروح للاداره. هذه هي الصعيبه. والله مدرسه الاداره يعطيك الصحه. هذه لازم يكون عندك النيفو اللي عندهم لا مويا طالعه فوق 14 و 15، هذو تاع التسيير والاداره. فوالا، خرجوا منهم 7. وبلا ما نهضروا على الدعم والجزائر هي اللي وحدة الفصائل وبزاف فايس. ليسونسيال حبيت نوري لكم برك. هذا يا رضوان شكون خوتي، هذه قبل ما يولي مشهور خوتي. تبعوا معايا واش كان يهضر. انا اصلا جار يهودي وعندي جار وصديق يهودي وعندي صديق مسيحي، ما كاينش المشكل بحال اليهودي بحال المسيحي، حيت كنا كنعبدوا نفس الاله ومع اختلافات في الرسل. حنا كنامنوا برسل ديالهم هما وكتب ديالهم هما، وهما يمكن عندهم شي اختلاف معنا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هذه كي كان مع الاول، هذه قبل ما يتقشر، من بعد كي تقشر دوكا ولاو المواضيع تاعو كاع كونطر على الجزائر صباح وعشيه الجزائر. ومن بعد طاح مع خونا طارق ونشوفوا كيفاش طارت تاعو كيفاش. تبعوا معايا. واش انك رضوان اسم عاش الاسامي خويا رضوان، والله غير اسمك شباب. ولكن جاوبني يا خويا سؤال بريء من عند خوك طارق، هل محمد السادس مطبع ولا لا؟ هذه اللي حبيت نسمعها برك.
هذا ما كان. لا الهربة لمن استطاع. صوت وصورة فيديو غتسمعوا دابا التصريح وسميت السيد واشنو دار. حطوه في كوانا ملقاش هو شي ريبوندي، يا كي كدب ديمارا شغل القلع ديريكت، ما تقدرش تقابل فاس فاس. يا لا اهبط وقلع. نو كومنت. الرجل اتهمك اتهامات فاضحة واتهامات خطيرة، كيف ترد عليه؟ كيف ترد؟ لا مفيش فايدة، اقعد. اخي ما تزعلوش يا شعب المغرب. هيا فروحي كملنا معك انت خلاص. السلام عليكم. دوك نروحو لخونا واحد المروكي حر خاوتي يحكي مع خونا طارق على هذاك اسعد اللاشرعي باش تشوفوا باللي صح كاين حبات الله يبارك في المروك برك راهم مخبيينهم العياشة، فهمتوا خاوتي؟ يخافوا القرع الله غالب. دخل المغرب، كتدخل المغرب شي الايام تشوفتو كلا طواجن وتلاقى مع جوهره وخليه اقسم. شوف اخويا طارق، شوف اخويا طارق، الله يرزقني فما الا تلاقي. شوف الا تلاقيت هذاك راس فرس، الا من نحي وجهي الصروره راني ماشي راجل، اقسم بربي العلي العظيم، قسما بالله. حيت هذاك باغي الفتن هذاك. اش من دخل انت عندك في الجزائر ولا في المغرب؟ روح دافع على بلادك الايام اللي نايض فيها الحرب ليل ونهار. صح. هادي باش نوري لكم برك باللي ما نعموش على الشعب كامل، فهمتوا خوتي؟ لاخاطش التعميم لغه الجهلاء خوتي، هذا ما كان. هذاك الشعب المغربي والشعب الجزائري حنا اخوه خوتي. باش نفكر الاخوان برك. هذا الطنجاوي هذا يقول عاش الملك ومن حقه يا اخويا ويدافع على بلاده، من حقه يدافع على بلاده، ولكن يقول كلمه الحق. هذه العفسه اللي عجبتني فيه، هذه عفسه عجبتني. يقول كلمه الحق، من حقه يقول عاش الملك ومن حقه يدافع على بلاده والعيب عليه، بصح كلمه الحق يقولها ما يغطيش الشمس. حيت اخويا طارق خويا طارق ما نخافش من العبد، كنخاف من الله سبحانه وتعالى، حيت غدا نكون في قبري وغادي نتحاسب انا بوحديتي، ما غاديش يكون معايا صعاد الشرعي ولا في هذه دير لك عليها شابو. هذه يزون يا الله يجازيك اخويا طارق. وحنايا اخوه اخويا طارق، اقسم بربي نحماق على الشعب الجزائري، قسما بالله العظيم اخويا طارق، اقسم بربي خويا. وهذوك شوف اخويا طارق، انا كنتبع لي ديالك، انت ما كتسبش، انت كتطلع كتناقش، يعني عندك حريه ديالك، كتطلع كتناقش، ما كتطلعش تسب. وهذاك اللي كيسبك انا كنشوف، هذوك اللي كيطلعوا معاك يسبوك مثلا في المغرب كيطلعوا معاك يسبوك، انت ما كتسبهمش، كتنزلهم عادي، حيت انت اصلا يعني راجل اول حاجه متزوج ولد لافامي. والله يجازيك بخير اخويا طارق، والله يسهل عليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في اي وقت خويا، مرحبا بك عندكم. شكرا بزاف. صافي بليزير هكذا باش نكونوا صافيين عند ربي خوتي. كي تجوز حاجه عيانه تجوز حاجه مليحه تاني خوتي، فهمتوا؟ بارك الله فيكم. ما تنسوناش بجنب صلوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. تحية الجزائر.